سلام، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف ديال النساء كيعانيوا من هذا المشكل هذا. غادي نهضروا اليوم على تكيس المبيض. 40% من السيدات العالم كيعانيو من هذا المشكل هذا ديال تكيس المبيض. اولا غادي نعطيو واحد التعريف. بزاف النساء غير كيسمعوا بتكيس المبيض ما كيعرفوش شنو هو. باش نشرح لكم، عندنا الرحم، وعندنا الرحم فيه جوج ديال المبيضين، مبيض على اليمين وعندنا مبيض على اليسار. المبيض شنو الدور ديالو؟ المبيض هو كيخرج لينا البويضات. البويضات هما اللي السيده كتقدر تحمل بهم، وإلا ما كانش حمل ديك البويضه كتهبط مع الدوره الشهريه. دونك هنايا هاد الاكياس اولا تكيس المبيض عندنا واحد الفقاعات بحال البالونات، بالون نفاخات صغيورين، الحجم ديالهم ما كيتعداش 10 ملم، يعني تقريبا سنتيم، تيكونوا دايرين اولا مجموعين على داك المبيض. بزاف يعني تكيس، يعني مجموعه من الاكياس صغيره الحجم اللي كتكون على داك المبيض. غادي نهضر في هذه الحلقه هذه على اعراض تكيس المبيض باش تعرفي راسك عندك شنو هما الاعراض اللي يخليوك تعرفي راسك راه عندك تكيس المبيض، شنو هما الاسباب اللي كيخليو انك يجيك تكيس المبيض، شنو هو العلاج اللي غنعطيكم جوج علاجات، واحد بالاعشاب وواحد بالادويه كيفاش تعالجي راسك من تكيس المبيض. وغادي نشوفوا كذلك المضاعفات، يعني شنو هما الاخطار اللي يقدر يسببها لك هاد التكيس المبيض. كذلك في هذه الحلقه هذه غادي نجاوبوا واش ممكن نحمل بتكيس المبيض، الا كان عندي تكيس المبيض واش نقدر نحمل به ولا لا. واخا تنقدروا نقولوا على ان تكيس المبيض هو شي حاجه اللي حميده وشي حاجه اللي ما نخافوش منها، ولكن ردوا بالكم عنده مضاعفات واخطار الا هملتوه. ما تنساوش تعملوا الفيديو جامل الى عجبكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، واي سؤال عندكم تقدروا تحطوه في التعاليق غادي نجاوب عليه. هما الاعراض ديال تكيس المبيض باش تعرفي راسك عندك تكيس المبيض. في الحقيقه ان بعض النساء تيكون عندهم تكيس المبيض وما تيكونوش عندهم اعراض. بدون اعراض انت راه عندك تكيس المبيض، ولكن ما عندك حتى شي اشاره ولا شي حاجه اللي غتقول لك راه عندك تكيس المبيض. بعض النساء تيكونوا عندهم اعراض. شنو هما هاد الاعراض؟ تتكون دوره شهريه غير منتظمه، كتكون عندك الدوره الشهريه مخربقه. السيدات اللي مزوجه تيكون عندهم تاخر الانجاب، يعني تيعطل لك الا كان عندك تكيس المبيض ما تقدريش تحملي. كيقدر يدير حب الشباب. بزاف ديال البنات ولا النساء كنشوفوا عندهم حب الشباب في وجههم. بعض النساء كيكون عندهم الشعر في اللحيه ديالهم، فهذا كذلك تيدل على ان عندك تكيس المبيض. زياده الوزن، النساء اللي كيتزادوا في الوزن ردوا بالكم من تكيس المبيض. كيقدر السيده يشدها الحريق في اسفل البطن ديالها، تحت البوطه ديالها، تحت السره كيشدها الحريق، يا اما على اليمين يا اما على اليسار. كتحسي براسك عندك شي حاجه ثقيله هنا لتحت، تتبغي تمشي للطواليت ديري بيبي، كتكون كرشك منفوخه، كتحسي بالانتفاخ في البطن ديالك. والحاجه اللي حتى هي كيعانيو منها النساء اللي تيكون عندهم تكيس المبيض هو تساقط الشعر، ان شعرك كيبقى يطيح. الوغ هادو هما الاعراض ديال تكيس المبيض. دابا غادي نشوفوا الاسباب. شنو هما الاسباب اللي يخليو ان يجيوك تكيس المبيض؟ الا عرفتي الاسباب هكا غادي تقدري تحمي راسك منهم. واحد الحاجه اللي غنهضر عليها مهمه هو ان كاين واحد السيدات اللي تيكون عندهم واحد التكيس اللي مع الدوره الشهريه وكيمشي، واحد الاكياس اللي كيتنتجوا مع الدوره الشهريه، وملي كتسالي الدوره الشهريه حتى هما كيطرقوا وكيمشيو بحالاتهم. هاد الاكياس كتسمى اكياس وظيفيه، يعني ملي كتمشي ديري ايكوغرافي تلفازه ما كتلقايش الاكياس عندك. هنا خصك ديري تلفازه في الوقيته ديال الدوره الشهريه باش تاكدي عندك اكياس وظيفيه، اللي حتى هما عندهم نفس المشاكل، كيخربقوا لك الدوره، كيخربقوا لك الهرمونات، كيقدروا يديروا لك تاخر الانجاب. دابا غادي نشوفوا الاسباب ديال تكيس المبيض. شنو هما الاسباب منين كيجيونا؟ في الحقيقه انا تيقول لك 50% ديال هاد الاكياس مجهوله السبب، ما عندها السبب، كتجي بوحديتها، وتقدر تجينا من الوراثه، عامل الوراثه، مثلا ماماك ولا جداتك ولا شي واحد من العائله ديالك كانوا عنده تكيس المبيض. الحاجه الثانيه هو الوزن الزائد. العيالات اللي تيخليو راسهم يغلاضوا بزاف هنا تيقدر يجيك تكيس المبيض. لا بيلول ولي زانجيكطابل، الكينه تقدر دير لك تكيس المبيض. الا شريتي شي كينه اللي هي يا الكاليتي ديالها الجوده ديالها ناقصه بزاف هنا تقدر دير لك تكيس المبيض. ولي زانجيكطابل، الحقنه ديال الولاده حتى هي تقدر دير لك تكيس المبيض. ماشي 100% تقدر دير لك تكيس. حتى الاكل اللي كتاكلو الا ما كانش صحي، فيه مثلا الزيوت، المقلي، الدهون، هادشي كامل كيدير تكيس المبيض. السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه، واش يمكن ليا نحمل وانا عندي تكيس المبيض؟ الجواب هو نعم، تقدري تحملي وانت عندك تكيس المبيض. علاش؟ كيف ما قلت هاد الاكياس تيكونوا صغيره جدا، دونك تقدري تحملي واخا عندك تكيس المبيض، وكتقدري تولدي وما تاثروش نهائيا على الحمل ديالك ولا على الولاده. وكاين حالات اللي تيكون عندهم تكيس المبيض ولكن ما تيقدروش يحملوا. علاش؟ حيت هذوك الاكياس على حساب الحجم وعلى حساب الكونتيتي ديالهم، مثلا الا كانوا بزاف ديال الاكياس والحجم ديالهم كبير، في هذه الحاله هذه ما تقدريش تحملي بهم. غادي نشوفوا المضاعفات ديال تكيس المبيض. الا كان عندك تكيس المبيض شنو يقدر يوقع لك؟ شنو هما الاخطار اللي يقدروا يصيبوك بهذا تكيس المبيض الا ما عالجتيهش؟ اول حاجه كيجيك ارتفاع الضغط الدموي، كيطلع لك الطونسيون،
كيطلع لك السكر وكيطلع لك الكوليسترول في الدم. يقدر الله يستر يجيك مرض القلب، كذلك الله يستر تقدري تصابي بالعقم، يعني ما تبقايش تقدري تولدي، او لا تيديرك تاخر الانجاب، تيأخر لك الانجاب واحد سنوات، تتبقاي ضايعه نتيا بلا اطفال. الحاجه اللي هي خطيره هو ان يقدر يدير لك سرطان بطانه الرحم. شنو هو العلاج ديال هذا التكيس المبيض باش تهني منه؟ كيف ما كتعرف واحد الحاجه اللي غادي نهضر عليها مهمه، ان التكيس المبيض فيه واحد الحاجه اللي هي خايبه انك تقدري تعالجيه وتيعاود يرجع لك. هذه حاجه طبيعيه، واخا تمشي عند جينيكولوج اللي هو يا كومبيتون، واخا ديري اللي درتي تيقدروا يعاودوا يرجعوا، حيت دونك ما تخافيش منهم. اولا ما يمكنش السيده تعالج تكيس المبيض وهي ما دارتش ليكوغرافي، ما دارش تلفازه. ضروري ملي تبغي، ضروري الا حسيتي بالاعراض ديال تكيس المبيض، اول حاجه غديريها هي خاصك ديري تلفازه، ديري ليكوغرافي باش تاكدي واش عندك تكيس المبيض ولا دوك الاعراض ديال شي مرض واحد اخر اولا شي مشكل واحد اخر عندك في الرحم. كيف ما قلت كنديروا تلفازه وكتشوفي الاكياس شحال عندك من كيس، الحجم ديالهم، هذيك الساعه عاد تقدري ديري العلاج. العلاج كيف ما قلت انه تيكون بالهرمونات، يعني كيف ما قلت السبب قبل تيكون تخوبل ديال لي زورمون، يعني الهرمونات مخربقين هما اللي تيقدروا يديروا لنا تكيس المبيض. دونك هنا الطبيب ديالك تيقدر يوصف لك لا بيلول كينه مده 3 اشهر كتشربيها 3 شهور وكتقطعيها، وبالتالي هنا كيمشيو دوك الاكياس. الحاجه الثانيه هو كيقدر يوصف لك البروجستيرون، هو هرمون البروجستيرون اللي كيقدر كذلك يوصفوا لك مده 3 اشهر باش دوك الاكياس كيختفي. العلاج اللي هو بالاعشاب، حيت بزاف ديال النساء ما تيبغيوش يمشيو عند الطبيب صراحه، ما تيبغيوش، ولكن كنصحكم انا بالطبيب اولا عاد تشوفوا الاعشاب، ولكن غادي نعطيكم علاج بالاعشاب ديال هاد التكيس المبيض. هنا هاد العلاج اللي غنعطيكم طبيعي بالاعشاب لعلاج تكيس المبيض فهو علاج مجرب، جربوه بزاف ديال النساء وبراو وداواو من تكيس المبيض، هو اللي غنعطيكم دابا. فيه 3 ديال العشبات اللي كيتباعوا عند العطار، القسط الهندي، الدغموس، عشبه الدغموس، وعرقسوس. هاد 3 ديال العشبات كتاخديهم وكطحنيهم عند العطار وكتخلطيهم مع العسل. الصباح كتاخدي معلقه كبيره وفي الليل كتاخدي معلقه كبيره. هاد العشوب هادو كيهنيوك من تكيس المبيض، كيقادوا لك حتى نسبه الدهون في الدم. كيف ما قلت قبل ان الدهون والوزن الزائد هو اللي تيكون سبب من اسباب تكيس المبيض. مع الريجيم، شنو هو الريجيم؟ هو غتنقصي في الوزن، غادي تبعدي من الاكل اللي غير صحي بحال المقلي بحال الزيوت، بعدي من البيض، بعدي من الدهون، ولا قديتي ديري الرياضه ديريها باش تعاوني. السيده اللي كتكمي كتدخن قطعي عليك الكارو لانه حتى هو سبب من اسباب تكيس المبيض، ولا عملتي هادشي اللي قلت لك غادي يمشي منك تكيس المبيض وكنتمنى ما يعاودش يرجع. هادشي اللي قلت لكم في هذا الفيديو على تكيس المبيض ما كاينش اقل منه، شي واحد اللي غيقول لكم اكثر من هادشي ولا اقل من هادشي. هذا هو تكيس المبيض، شفنا الاسباب ديالو، شفنا الاعراض، شفنا العلاج، شفنا المضاعفات، شفنا كيفاش تحمي راسك من تكيس المبيض. هو الريجيم، النظام الاكل ديالك. واحد الحاجه مهمه نسيت ما قلتها، التفاح. التفاح زوين 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 بزاف بزاف للنساء اللي عندهم تكيس. هنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، حيت انا الا طولت في الفيديو عرفوني راني شرحت لكم مزيان. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.